بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحلقة سياقها مختلف عن اللي انتم متعودين عليه يعني. انا النهارده مش جايب معايا مدرس او صاحب سنتر. انا النهارده جايب معايا صديق قبل اي حاجة، ومهندس وفويس اوفر، يعني فنان شامل يعني من جميعه يعني. معايا الباشمهندس ماهر ابو غالي. سبونسر الحلقة دي مؤسسة الأقصى برعاية الأستاذ مجدي الصبحي والتيم الجميل جدا اللي معاه، والحلقة من إنتاج شركة زفرين. نورت البودكاست. انت المنور. اللي ما تعرفوش إن باشمهندس ماهر أبو غالي كان دفعتي أو الدفعة اللي قبل مني تقريبا. دفعتك دفعتي بجد والله ما شاء الله. انت اللي شاركت بس. أيوة مش راكز من إمتى. بالظبط. سبب اللي أنا استضفته في البودكاست، أولا اللي هو منور البودكاست، منور الدنيا كلها. ده حاجة. السبب التاني بقى إيه، وده مهم، إن هو هنتكلم شوية عن موضوع الكارير شيفت، ان انت ازاي انت واحد كان ماشي في مسار معين، هو مسار الهندسة ومجال الهندسة البحرية، دي حاجة متخصصة جدا جدا في الهندسة، وفجأة اوت اوف نوير هوب دبل كيك يا جماعة انا عايز ابقى فويس اوفر. ده موضوع شائع جدا في بلدنا، حتة الكارير شيفت، وخصوصا المهندسين. يعني بقول لك ما فيش مهندس بيشتغل بشهادته دلوقتي الا قليلا يعني. فاحنا جبناه وحابين ندردش شويه. السلسله الكارير شيفت ديت لو حلوه وعجبتك، في اخر حلقه قول لي انطباعك عنها ايه، وان شاء الله ممكن نجيب ناس تانية في مجالات تانية عملوا برضه نفس موضوع الكارير شيفت ده. بس خلينا الاول ايه في حلقه باشمهندس ماهر ابو غالي. عامل ايه يا صديقي؟ حبيبي الحمد لله بخير. ليك وحشه والله. عاش من والله انت اكتر بجد، انت اللي ما شاء الله خلاص اتجهت في مجال التصوير والكلام ده، فخلاص الموضوع خدك بعيد عننا يا عم. لا يا عم ولا بعيد ولا حاجه والله، احنا موجودين اهو مع بعض. الله. طيب احنا عايزين نعرف المشاهد بحضرتك. انا باشمهندس ماهر ابو غالي، تمام، خريج هندسه اسكندريه، قسم الهندسه البحريه وعماره السفن. وقسم غريب شويه عشان بس مش موجود الا منه قسمين على مستوى الجمهوريه، اللي هو خاص بالدفع العام، الجامعات الحكوميه. ايوه. موجود في الاسكندريه وموجود في بورسعيد. في طبعا الاكاديميه العربيه الخاصه بالدراسه البحريه والكلام ده كله، فيها الكلام ده اللي موجوده مثلا عندنا في ابو قير، وليها طبعا افرع كتيره في القاهره وبورسعيد على ما اعتقد، واسكندريه طبعا ده الاساس، فليها افرع كتير جدا. لكن حته الجزء اللي انت ذكرته، اللي هو حته كارير شيفت والكلام ده كله، هو الموضوع ما بدأش اللي هو مثلا بعد الكليه فانت بتجرب تشوف هل الموضوع ماشي معاك كويس ولا لا. الموضوع بالنسبه لنا كان بادئ معايا من فتره كبيره جدا. كان مش عايز اقول لك ممكن مثلا بادئ من عندي في ابتدائي اصلا، قبل ما يكون في اعدادي وثانوي اصلا، وعشان اوصل للكليه في الاخر. هو كان الموضوع بالبدايه خالص كان مجرد، ومش هنقول صدفه، هي كلها اقدار طبعا مقدره لينا، ولكن هو مسار بتمشي فيه غصب عنك. تمام. كان بدأ ان كان في مدرس عربي الله يرحمه الاستاذ زت، يعني مش عايز اقول لك ده صاحب جميل علينا كلنا، يعني الموضوع بدأ بمدرس. ففعلا بالظبط هو كان كبير جدا في السن وقتها وكان تعبان جدا. فكان يقول لي مثلا اطلع اقف ورايا وامسك الكتاب واقرا فقره فقره، وانا يعني اقرا فقره وانا هشرحها، وهكذا. ده كان بيتعب حته الوقفه حته انا بشرح لكام فصل في نفس اليوم، فالموضوع كان مرهق بالنسبه له بنسبه كبيره جدا. فانا كنت بطلع وراه بقى والكلام ده كله، فبقرا الفقره هو يشرح. فالموضوع لا، اللي انت تعالى بقى في حته الاذاعه طلعوه. الموضوع توارث من ما بين الابتدائي للاعدادي برضه للثانوي في الاخر. والمعلوميه على فكره انا مش خريج ثانوي عام، ده كان ثانوي صنايع عن حبا في حته الميكانيكا. يعني داخل اصلا ما كنتش اعرف بقى ولا في حته في او والكلام ده كله، ولا اصلا اعرف ايه المجال اساسا. ولكن انا خلاص انا حابب مجال الميكانيكا، فانا دخلت فعلا، سبت الثانوي عام بجد. وكان مجموعه وقتها كان كبير جدا، كل اصحابي كان خلاص دخل وانا الوحيد اللي خدت الاتجاه ده. لدرجه ان في ناس قالوا انت ايه اللي انت عملته في نفسك، وايه التدمير الذاتي اللي انت عملته لنفسك ده. كملت في حته الصنايع 3 سنين، وما شاء الله بفضل الله طبعا الواحد كان بيرتب بشكل كبير على الدفعه. وبعدها بقى قلت الموضوع ان انا ادخل معهد فني صناعي 2 سنين. تمام. دي معلومه جديده. الموضوع واخد اتجاه كبير جدا، بس هو كله فضل الله طبعا، مش شطاره مننا ولا اي حاجه طبعا والله بجد. وبعدها الحمد لله جبت مجموع كبير ودخلت هندسه اسكندريه. والموضوع ماشي بقى لحد خلاص ان انا قبل ما اخلص الكليه ب2 سنين لا بقى تعالى بقى
الموضوع تأزم. يعني حصل لي كده انا حاجه شخصيه في حياتي بدون ذكر الحاجه دي، يعني غيرت تفكيري. وهنا بقى نرجع نقول دي النقطه الاساسيه اللي عند معظم الناس، اللي هو انت بيحصل لك حاجه حياتك يا بتروح يمين يا شمال، تمام، وعلى اساسه بتبدا تختار بقى. قبل اي شيء طبعا انت ربنا بيوصل لك الطريق ده، وبتلاقي فيه بوادر امل اللي انت فعلا عايز تكمل في الحاجه دي. انا حابب الموضوع ده، انا شايف نفسي هنا، لا انا فعلا ده مكاني، انا شايف ان انا ممكن افضل اطلع افضل ما عندي في المكان ده، وهكذا. لحد ما جينا خلاص ان انا لا انا محتاج ان انا اشوف شغل جنب الكليه. انت فاهم، عارف الهندسه عندنا واخده معظم وقتك بطريقه بشعه. انت بتحضر طول النهار لحد ما ممكن مثلا تقريبا المغرب، وترجع بقى تعمل التاسكات عليك والاساينمنتس الحاجات أنا الكتيره دي كلها. افتكر اكتر من مره روحت 7 بالليل من الامن مطلعني يلا يا عم روح. بالظبط، انت قاعد بتعمل ايه يعني؟ أيوة. فده حصل كتير جدا. وترجع بالليل بقى تخلص الحاجات اللي عليك عشان ترجع تاني تنام، تلحق تنام عشان ترجع تاني نفس اليوم في نفس الكره. الهندسه بحد ذاتها الناس بتشوف مثلا الطلبه اللي خارجه منها انت يعني عندهم سنه الغطرسه او متعنطز عليه، يا عم انت شايف نفسك ليه والكلام ده. هي مش كده، ده اللي متشاف بالشكل الخارجي، الاطار الخارجي ليه، لكن من جوه الموضوع واساسه الهندسه فعلا بتبني جواك فكر اللي انت ممكن تقدر تعمل اي حاجه بجد بلا مبالغه. بتربي فيك ملكه ان انت فعلا الموضوع ده انا عايز ادخله. طيب ادخله ازاي؟ يبقى لازم اعمله بلاننج او خطه كده كويسه جدا، تخطيط بشكل محترم وكويس ما يخرش الميه فعلا بمعنى الكلمه، وابدا ونفذ بطريقه صح. يعني انت خططت هتروح نفذ بطريقه صح عشان تحط هدف ليك في الاخر توصل، وعلى اساس بقى توصل بقى للراحه النفسيه اللي انت عايزها او ايا كان اللي انت الهدف المرجو من الهدف الرئيسي اللي انت عملته. يعني الفويس اوفر ده اول شغلانه تشتغلها جنب الهندسه، جنب العلم؟ احنا لحد دلوقتي اصلا ما عرفناش يعني ايه في او او فويس اوفر. مش هنجيلها بس. اقول لك، لو ربطنا مثلا حته الفي او بالهندسه، لا طبعا هو ما فيش مجال ترابط بينهم خالص، مفيش اي صله ترابط. ده مجال ابداعي، وده مجال خاص بحته بقى الانشاءات والشيء اللي هو المادي الملموس فيه ده. عمليات حسابيه خلاص بحته وتصنيع وما الى خلافه وقوانين وخد بالك والكلام ده كله. وانت عارف بقى في شغلنا في حته السفن او البحر كميكانيكا بتبقى الموضوع صعب، الريجولار ويفز والحاجات دي كلها، فانت بتدرس حاجات اصلا يعني هي اساسا صعبه. فما بالك بقى العقل البشري اللي هيستوعب عشان يروح ينفذ ويخش. فهو فعلا بث كبير جدا وصعب جدا. فعلا في ناس كتير جدا من اصحابنا ما شاء الله نجحوا كتير، ونجحوا نجاح باهر في الامر ده. اما لو اتكلمنا على فعلا بقى عن حته الفي او الفويس اوفر او التعليق الصوتي بشكل ادق، هو مجال ابداعي زي ما قلت في الاول. فمجال ابداعي فهو حته لمسه الفن مش موجوده عند الكل، تمام؟ هي موجوده جوانا كل حاجه، بس يعني بترجع ان انت ممكن مثلا دي موهبه جواك، هل فعلا انت نميتها وقبل ما تنميها اصلا اكتشفتها صح ووجهتها بالنسق المظبوط ليها عشان توصل لثمره مرجوه منها في الاخر ولا لا؟ دي الفكره. كلنا ممكن مثلا واحد فاجئ بنفسه كده، لو ايه ده انا بقيت معلق ازاي، انا بقيت مؤدي صوت ازاي، انا بقيت مثلا لاعب كوره ازاي. الموضوع بتلاقي شغفك الداخلي الاول، وعلى اساسه بتشوف الموضوع ده فعلا لو مشيت فيه هيبقى كويس ولا لا. بس ده ببساطه. في حلقه سابقه من حلقات البودكاست كنت سالت، انا دايما السؤال ده بساله، ايه انطباعك او اول حاجه بتيجي في بالك لما تسمع كلمه متغير؟ في واحد قال لي، مستر حسن نجار انجليزي، قال لي لازم يتميز بالفلكسبيليتي، لازم يبقى متغير مع مرونه تبقى حاجه ايجابيه. مستر حسن خليل قال دخل في الشق الديني وذكر قصه سيدنا يوسف. عندنا مستر محمد كمال مثلا قال لك ربطها بالماده بتاعته ماده الاحياء، قال لك احنا عندنا تحلب متغير بيتكيف مع البيئه وبتاع. انا عايز اسال باشمهندس ماهر او الفويس اوفر، انا مش عارف انا ديك اقول لك ايه. لا اي حاجه اقول لك يا صاحبي ولا والماهر خلاص عادي. انا واحد من يعني شيل كل الكلفه واللي بتحصل في النص بعيدا بقى ان في هو ولا مهندس. يا جماعه انتوا ما تشوفوش بعد التصوير نايمين في بعض اصلا. بجد استاذ ماهر ازي حضرتك؟ كلمنا عن مهم، يعني خلينا مهم. اول حاجه جت في بالك لما قلت لك تعالى بودكاست متغير، كلمه متغير مصطلح
جاء يعني ايقظ في ذهنك ايه؟ بص، هو لو اتكلمنا مثلا بالمعنى الحرفي للحاجه دي، هتلاقي ان التغيير في حد ذاته هي اصلا سنه كونيه. انا دلوقتي قاعد معاك، بعد شويه هكون في مكان تاني، وهكذا. ففي حته التغير دي سنه كونيه معروفه، دي حاجه، دي معلومه بحته. زي ما احنا كده الدنيا فهنموت، فخلاص ده شيء مؤكد. وعلى اساسه فعلا لو دلوقتي اتكلمنا مثلا بشكل دقيق في الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي، الموضوع بقى اصبح فيه متغيرات كتيره جدا. واحد من يومين مثلا كان بيعتمد على شغلانه مثلا معينه، هوبا الذكاء الاصطناعي طيره، واللي خلاص ممكن يجي عليه بعد شويه تلاقي الموضوع خلاص طيره بجد بمعنى الكلمه. فالموضوع فعلا حته التغيير دي لازم تكون فيك وجواك وفي تفكيرك. الموضوع خلاص ما عادش اللي هو انا هطلع فهشوف اي شغلانه وظيفه فيلا بينا 3 4000 جنيه في الشهر، فانا خلاص انا كده مرتاح والدنيا زي الفل. 3-4 هوب يجي رازع البطيخه تحت دراعه كده وماشي بيها على الاولاد، يا عالم بقى ممكن تقع منه لما هو في نزله الاتوبيس ولا حاجه، تلاقي الدنيا وسط معاه. بعدين انت طموحك عالي 3-4 ايه يا مان؟ بدون الكلام على الارقام، محمد ما بيتكلمش الحاجات دي. ماشي يا عم، ما عليه 3-4. ففعلا حتى انا يعني بجد بحييك بجد على كلمه متغير، على انك تسمي البودكاست بتاعك بالشكل ده، فده حاجه كويسه جدا ينم عن معاني كتيره جواها والفاظ وحاجات كتيره جدا وراها. فانا صراحه بحييك بجد على الفكره دي، او صديقك اللي اختار احنا لو هنشكر بجد هنشكر صاحبي اللي اقترح على الاسم بجد. الف شكر واحلى تحيه لباشمهندس مصطفى رجب. هجيبك انا في حلقه من الحلقات بس ان شاء الله يعني لما تفضى يعني تخلص اللي وراك. هو برضه ليه قصه برضه حته المتغير، يعني هو رحله كده من البحث العلمي في الجامعه والمسار الاكاديمي، وهوب دبل كيك برضه برمجه. انت صح، انت جيت لنقطه كويسه جدا. بس هو لسه ان شاء الله يعني يفضى بس كده يخلص اللي ورا فوق كده ونجيب. ويسر امره دايما. بمناسبه ده احنا فتحنا باب الشكر يعني والتحيه. الاستوديو اللي احنا فيه دوت برعايه سنتر الاقصى مستر مجدي صبحي، فاحنا بنوجه له التحيه. والشباب ورا الكاميرا تيم ذا فريم واخدين بالكم رعايه يا جماعه، يعني في حاجات حلوه في حاجات حلوه. ايوه صح، فين القهوه بتاعت المستر؟ طيب ما علينا. كنا عايزين نتكلم شويه عن مجال الفويس اوفر. انت بتقول ان انت بدات فيه من وانت في ثالثه كليه او ثالثه كليه. هو بالظبط حرفيا يعني فعليا من بدايه 2018. الموضوع طبعا انت المستر المدرس العربي الله يرحمه هو اللي نما اكتشف فيك هذه البذره او زرع فيك هذه البذره. انت بقى ايه خدتها وقعدت تنمي فيها، ولا برضو انت في حاجات على الطريق برضو اتحطت قدامك هي لا هي طبعا هي بتلاقي في طول ما انت ماشي كده بتلاقي في بعض البوادر بتبقى واضحه جليا ليك. هو في السبب الرئيسي لو ذكرته للناس يعني ممكن الناس ما تصدقش، او ممكن 90% منهم انا عايز اعرف القصه اصلا. لكن بالله بجد والله الموضوع غريب جدا. حتى يعني لما تقعد مع نفسك مثلا كده في ساعه صفا وتشوف انت وصلت اللي انت فيه دلوقتي ازاي مثلا، او حتى لو مش عايز اقول لك لو ممكن يكون مقارنه بغيرك حاجه صغيره جدا، بس بالنسبه لك انا اعتبر ده العالم بتاعي كله. تمام، ان انا بصحى وبنام عليه. دي الفكره. بتلاقي نفسك ان في بوادر كده مع الوقت خلاص هي بتظهر. فمن ضمن البوادر الاوليه لزرع البذره دي جواك اللي هو صوتك. ففي ناس دايما كده كان في البيت، كان والدي حبيبي طبعا، انا درجه صوتي دي نفسه بالظبط. يعني كنت برضو اذكر في بعض المواقف كان اخويا كان يدخل البيت مثلا، كان جوه الاوضه، فانا مثلا داخل البيت بعديه ففي الصاله، فانا بتكلم مثلا مع والدتي او كده او اختي، فيطلع بعدها بشويه هو ابويا فين؟ ومش جه دلوقتي؟ هو جاي على صوت يا جماعه انا سمعت صوته والله كان هنا من شويه، انا سمعت صوته الامان كذا كذا. طلع من الاوضه اقول له صباح الفل صوت كده. فخلاص بقى بعد وقت والكلام ده كله خلاص الموضوع هم تأقلموا وشاف الموضوع. فالبادرة البسيطة دي مش عايز يعني أكتر في الكلام في حتة تفاصيل كتيرة ممكن المشاهدين ما يستفيدوش منها حاجة، ولكن الشاهد من الكلام إن ربنا عز وجل لما بيحب يشوفك في مكان أو اتجاه صدقني بيسخر لك وبيسر لك كل شيء. انا خلاص كنت قبل الكليه حصل لي بالظبط بسنتين، قبل سنتين متخرج من الكليه 2016 تقريبا، 26/12/2016. التاريخ ده غير حياتي حرفيا فعلا بجد. الحياه كانت ماشيه كده هوب رحت في مكان تاني خالص. وعلى اساسه ان انت فعلا لازم تشوف
لنفسك طريق وحاجه كويسه انت نفسك تحب تعملها. فاللي هو تقعد مع نفسك كده، اللي هو تعصر نفسك بنفسك، انا ايه اللي جوايا اقدر استخدمه عشان اطلع الحاجه دي. فمن ضمن الحاجات دي انا استخدامي حتى للتكنولوجيا بستخدمها بفضل الله باستخدام بشكل كويس وحلو. يعني انا اتربيت من صغري في موبايل في ايدي، فازاي استخدمه صح، وعارف فعلا امتى يتم استخدامه بشكل سيء ضرك الكلام ده كله. فكنت بشوف دايما ان دي حاجه فعلا ربنا مديها لك، فدي امانه في ايدك. تمام. فايه هتستخدمها كويس ولا ايه دنيتك؟ فبترجع للعوامل دي بتربي فيك ملكه ان انت فعلا لا انا عايز استخدم الموبايل اللي في ايدي ده مثلا افضل استخدام ليه. ففعلا كنت حته اللي هو السيرش، الكليه نمت فينا الحاجه دي بطريقه غريبه جدا. يا باشا عندك المكتبه طبعا فيها طلاسم، فبترجع انت عايز معلومه دقيقه او حاجه بسيطه، تيجي داخل مثلا على جوجل نافذه كبيره جدا لعالم كبير جدا، فبتروح عليه انا عايز مثلا كلاسيفيكيت في حاجه معينه بالظبط، تروح تدور عليها بتلاقيها في وشك. خلاص تستخدمها بالكيفيه اللي انت حابب تعملها، وتذكر طبعا الريفرنس اللي انت جبته منه والكلام ده كله. ده معروف وانت عارف الكلام ده كويس جدا، وياما طلع عينينا فيه بالمناسبه يعني. فحته استخدام التكنولوجيا جه بقى في الوقت ده بالظبط او ما بعد الثوره، الناس حتى يعني فكرها اتغير شويه. الوضع البلد والوضع العام دلوقتي بقى بيروح في حته مختلفه. التكنولوجيا بقت بتطلع وشغل البرمجه الكلام ده كله، يطلع في واحد يقول لك يا جماعه طب الناس اللي بتطلع دولارات من الانترنت. ايوه يعني انت فاهم الكلام ده؟ أيوة. يعني كلمه الربح من الانترنت دي مش عايز اقول لك معمول عليها سيرش بملايين في السنين اللي فاتت، اللي امتصل دلوقتي الارقام خزعبليه بالظبط. وما قالت لي الامور ان انا خلاص قبل الكليه فعلا كان اصطدمت بواحد صاحبي كان مش عايز اقول لك مثقف جدا، وبص حد على علم وما شاء الله بجد انا بحبه جدا. باشمهندس محمد سلطان، ده من طنطا، كان صديقي في الكليه في القسم، وكان دايما كان قاعد جنبي في البنش يعني وكده. فجي نور جواه حته اللي هو في مجال الفريلانس. فكان في صديقي محمد سلطان اللي بحبه جدا طبعا على السبيل الشخصي، وهو شخصيه كويسه جدا ما شاء الله. كان بيقول لي ان في واحد صاحبي تمام كان بيشتغل في البرمجه، والوقت ده فعلا كان هو فعلا على شغال على البلاتفورمز المختلفه، وما شاء الله بيدخل له دخل كويس اثناء الكليه. فده في حد ذاته اللي هو لا فما في خلاص في مثال حي قدامك، فالموضوع مش غريب ولا صعب. بس انت فعلا دلوقتي بقى انت حابب تتوظف الحاجه دي. خلاص يا جماعه طب دلوقتي المجال الفي او هنروح فين وهنبدا منين وازاي؟ على طول اول حاجه اللي دايما كله بيتطرق ليه اليوتيوب. عفوا اليوتيوب، روح اتفرج. مش عايز اقول لك في ناس كتيره جدا على اليوتيوب، بس يظل الموضوع ما كانش بمعلومات كافيه. انت بتاخد معلومه من هنا وتكتب، وتاخد معلومه من هناك وتكتب، مختلفه طبعا. المحتوى العربي فانت طبعا بتوفر وبتاع. لكن حتى المحتوى الاجنبي كان في برضه ناس بتشرح والكلام ده كله في حته الهندسه الصوتيه، ففعلا في ناس جهابز ما شاء الله عليهم بجد عندهم علم وفير. حته انك تتفرج عليهم وتتعلم منهم دي حاجه كويسه جدا ومطلوبه بجد. المحتوى الاجنبي مش عايز اقول لك مش لازم، حته اللغه في حد ذاتها مش عائق. ادخل كده ترجم الفيديو واتفرج واسمع وروح طبق، اتفرج وشوف مفيش مشكله. فخلاص هبدا منين؟ فرحت بقى اتعلم واكتب. الكلام ده كان في مطلع 2018. جمعت داتا كانت بسيطه ولكن ليها كفيله تحطك على اول الطريق. تدخل برضو على السوشيال ميديا على الفيسبوك، خلاص بقى تلاقي نفسك مثلا بتعمل سيرش كده على حاجه اسمها تعليق صوتي، مجال الفويس اوفر. فتروح تلاقي فعلا في كوميونتي محترم كده، مجتمع لذيذ لطيف كله بيتكلم وكل واحد بيفيض بفايده. هنا بقى بيجي فعلا دور الناس الشاطره الناجحه اللي فعلا حابه توصل معلومه لغيرها. وفي فعلا الناس بقى اللي هي في النص، اللي هي ما بين اللي هو لسه طالع ولسه بشوف لفوق وناس اللي هي تحت. فبتلاقي بقى تخبط كميه معلومات غريبه جدا، لكن انت بتركن بنفسك كده وبتكون فاطن وشايف ان فعلا الانسان ده كويس فعلا وعنده علم كويس وحتى شغله بيبين. وفعلا لحد دلوقتي ما شاء الله هم معروفين عن الصحه. يعني في الاستاذ عصام سيف الكليه طلعنا على صوته حاجه ما شاء الله بجد. استاذ زمان شعراوي وفي غيرهم كتير جدا.
ففي والباشمهندس برضو نديم خالد كان برضو هندسه وساب الموضوع، كان مهندس معماري على ما اعتقد، وساب الموضوع واتجه للفي او كليه ما شاء الله. دلوقتي اللي هو صاحب مين صاحب السلوجان عندما ترى الصوت؟ مين؟ عندما ترى الصوت ده؟ معلقه معايا قوي. النجار، مش متذكر اسمه بالظبط والله، بس مش هو حاجه النجار. انت السلوجان بتاعك ايه؟ تقول ايه؟ السلوجان بتاعك ايه؟ كان في 2 تمام بس 2 ظهر منهم واحد خلاص للعيان يعني، اللي هو مثلا اللي هو كان طلع بشكل يعني الحمد لله، اللي هو صوت يوثق احترافيتك. الله. فانت صوت، فانت بينت انت ايه المنتج او البرودكت او السيرفيس بتاعتك اللي انت قدمت الخدمه بتاعتك. تمام. بيعمل ايه بقى؟ انا عشان بحب شغل الوثائقيات او الدوكيومنتري عامه، فحته ان هو ده اغلب شغلي منها، اغلب مصدر رزقي من فضل الله منها، وغيرها طبعا احنا دلوقتي هنتطرق للانواع والكلام ده كله. فحته بقى ان هو اختار كلمه يوثق، فصوت يوثق مين؟ احترافيتك. انت كلاينت قدامي ولا عميل قدامي، انت اكيد جاي لي بشغل كويس جدا عشان سمعت صوتي في مكان ما، وفعلا جيت تشتري الخدمه دي مني، فانت فعلا وصلت الليميت كويس جدا ان انت تختار الحاجه دي بجد مني. ففعلا انا عشان انت جاي لي بشكل محترف وبنتعامل بشكل كويس، فانا هاجي اوثق لك الاحترافيه دي. بالظبط، انا اللي كمان هوثقها لك بحنجرتي. بالظبط كده، هي دي الفكره. يا ما شاء الله. حتى انت اديتني واحده كده عندما ترى الصوت، حجره ذهبيه. والله مش متذكر اسم بالظبط، مش حاجه النجار تقريبا اللي هو عندما ترى الصوت فاللي هو بيجيبها من تحت وصوت قرار جدا ما شاء الله. مش كفايه فنان تعالوا في ودني ساعد حتى عمر قاعد ورا الكاميرا بتمزج قوي لابس السماعات في ودنه بس. حته بقى ان انت خلاص بدات على الطريق وبدات تجيب مصادر وتذاكر بالورقه والقلم فعلا، اللي هي الستبس والاساسيات في مجال الفيو. طيب امتى مسكت اول كاش في ايدك من الموهبه اللي معاك؟ لازم كان اول حاجه خدتها كانت في 2000 في اواخر 2018 على ما اعتقد. كان اعلان تقريبا مدته 30 ثانيه 400 جنيه. كان وقتها اللي هو بالنسبه لي 400,000 وقتها. طبعا اللي هو اول حاجه في حياتك تشوفها كده. انا ما انساش اول 50 جنيه خدتها في الفيديو المونتاج اللي عملته. فكر 50 جنيه ما انت لازم تسقط دلوقتي السنه جنبها عشان دي عامل اساسي. انت بتقول في اخر في 2018. انا اول فلوس مسكتها من شغل المونتاج كفريلانس كان بشهر 1 2018. اول 50 جنيه تحولوا شكلها سنه الخير. السنه دي سنه البدايات الحمد لله على كل حال. تعمقنا في حاجات كتير بدون مقاطعه كلامك، ولكن ما ذكرناش لحد دلوقتي برضو ايه هو التعليق الصوتي. ايه هو التعليق الصوتي؟ بص، احنا ممكن نرجع شويه بشكل بخطوه لورا. ايه الصوت بشكله المادي اللي هو بيتكون من ذبذبات واهتزازات. تمام. مستر حسام خليل اكيد بتوع الفيزياء دي الحاجه دي بتاعتهم، ده شغلهم. تمام، شغلهم بقى مش دعوه. تمام. وبينتقل في وسط مادي او عن طريق وسط مادي اللي هو الهواء. خلاص، ده الجزء المادي الملموس للصوت. لكن لو جينا مثلا دلوقتي يعني فصلنا حته الصوت، فهو ممكن مثلا ندرجه تحت قسمين او حاجتين. الحاجه الاولى ان انت عندك الخامه الصوتيه. كل واحد فينا عنده بصمه ايد مش موجوده مع حد تاني، باختلاف اعداد المليارات من البشر. وكمان نظره العين، كل واحد ليه بصمه كده خاصه بيه، ليه الهويه الخاصه بيه. تمام. الشق الثاني، اول حاجه قلنا هي الخامه، تاني حاجه الاداء. كل واحد فينا ليه درجه صوت وطبقه صوت معينه. تمام. فدايما الناس بتحب اللي هو ايه الصوت القرار اللي جاي من تحت قوي ده، هو عندما ترى الصوت. فده هو صوته، ربنا خلقه كده، خلقه بالطبقه دي، وربنا حباب الكلام ده. تيجي مثلا الاصوات النسائيه تلاقي فيها صوت حاد اللي هو مرتفع جدا، اللي هو مسرسع بالبارد عشان الناس تفهم وتاخد بالها. انت سايبني ونام. بالظبط، الصويت من الحاجات اللي هو اللي فوق ده. تمام. يبقى اختصرنا في حته الخامه.
ودي ما ينفعش نغيرها. انت خامتك الصوتيه خيرة ربنا. بالظبط، انت خامتك الصوتيه خلاص دي ثابته، ما تلعبش فيها، لان مش عايز اقول لك اقل لعب هيجري حبلك الصوتيه. وايه اللعب في ده؟ في لعب يعني، حتى في ناس حتى بتيجي في علوم تاني من علوم الصوت، في كدوبلاج والكلام ده كله، لسه هنقولها دلوقتي عليه وهفصلك بشكل سريع كده، ولكن يوصل لك المعنى في الاخر. هو دايما شايف ان هو عشان يبقى صوتي حلو فلازم صوتي يكون طبقه قرار، اللي هو صوت غليظ. هي ليها طبعا مسميات بالانجلش بس، ولكن دعونا عشان معظم اللي بيتفرج مش عارف الحاجه دي، او حتى لو عارف، فانا لو صوتي مش غليظ او كده فانا صوتي مش حلو ومش مقبول. يا باشا انت صوتك حلو، كل الاصوات البشريه اللي ربنا خلقها حلوه، ولكن بدرجه تفاوت معينه. بس هل درجه التفاوت دي هل فعلا تم استخدامها وتطويعها داخل المجال بتاعنا بشكله الصحيح والسليم ولا لا؟ دي الفكره. فلو جيت مثلا تحت الاداء الصوتي هيندرج حاجتين تحتيها تانيين، اللي هو الغنى، فاللي هو يعني بعيد عننا خالص خالص خالص، تمام. وفي بقى الشق الثاني اللي هو التعليق الصوتي. التعليق الصوتي اللي بيندرج تحتيه اللي هو مثلا فن دوبلاج. ده فن ابداعي اللي هو الخاص بالانمي والكرتون والحاجات دي كلها. سبيستون هي يا ماجد، والتاني بقى يطلع بكلمه، وده يطلع بحاجه، وده صوته ده بطبقه تانية، وعلى حسب المرحله السنيه والعمريه بتاعته. وهل ده فعلا اصوات الحيوانات؟ فصوت الدب، صوت الدب ده في حاجه ضخمه في الطبيعه، فهتلاقي كده مثلا صوت مش ينفع يطلع مسرسل من اين لك بهذا، ماشي. هتلاقي مثلا في حاجه تانية الصوت مثلا بيتكلم مع صوت قط او صوت اي حاجه تانية او اسد. فكل حاجه من دول ليه حاجتها الخاصه بيها. التعليق الصوتي بيندرج تحتيه بقى الاعمال الصوتيه الوثائقيه، عندك الاخباريه في النشرات وما الى ذلك، عندك الخواطر، الشعر، الكتب الصوتيه. فهو بحر، مش عايز اقول لك هو بحر، وما زلنا لحد دلوقتي اتحط كده بعض الداتا اللي اتلمت واللي اتعرفت عن طريق تجارب مختلفه، وما زال برضو الناس بتفيض بفيضها والموضوع ماشي. بس فدي الفكره. حته ان هو التعليق الصوتي اللي هو تحويل النص المكتوب اللي هو الكلام المكتوب لنص منطوق بلغه سليمه، اللي هو مخارج حروف سليمه، تمام، مع اداء سليم، اداء مشوق يوصل الفكره من العمل ده. ايوه بس ده مش عايز اقول لك ده ابسط انواعه، ما شاء الله، بس ولا اكتر ولا اقل يعني. انت بقى لما نيجي نقول الباشمهندس ماهر يصنف تحت انهي نوع من انواع التعليق الصوتي المختلف اللي انت قلتها؟ والله مش عايز اقول لك، هو ممكن فعلا بدرجه يعني تدريبك ودرجه اتقانك وتطويرك كل يوم لشخصك في المجال. انت ممكن تلاقي واحد بيعمل اعلانات، انا اشتغلت في اعلانات، ولكن بتاعتي او الحاجه المفضله بالنسبه لي حته الوثائقيات، بحس فيها نفسي انا هنا دي بتاعتي. ولكن في اعلانات اتعملت بالعاميه المصريه، وكمان عملت بالعاميه باللهجه العمانيه، وخدت في دور بسيط كده كان سعوديه، تمام. ده ناهيك طبعا عن اللهجه المصريه، ولكن هو الشغل الاكتر طبعا وثائقيات، يعني لغه عربيه فصحى. ادينا حته سليمه. عملت ايه الخليجي كان اعلان، كان مختص بمجال السياحه، ان احنا بناخد بيسموه كرفان تقريبا، صح؟ كرفان. فشركه سياحه كانت اللي هي بتأجر كرفانات، فبتوصل المعلومه للناس اللي احنا الكرفان بتاعنا باسعار عامله كده وكده. بس حته ان انا اجيب لك اتقان اللهجه بلحظتها، ايوه، لا دي انت مش عايز اقول لك بتغذي سمعك بطريقه ما من اهل البلد دي. في ناس اوريدي بتكون عايشه اصلا في بلد في السعوديه، فهو من صغره فطلع ما شاء الله عنده ملكه اللهجه السعوديه واللهجه المصريه الام بتاعته، فبتلاقي عن تنوع. اما عشان اذكر لك حاجه زي كده، لا ده كان الحاجه دي كنت تقريبا عملتها من سنتين يعني، لا كان بعيده جدا. تدري ليش؟ لانه ما كذب عني بس ينفع اي حد يشتغل فويس اوفر؟ هي ممكن السؤال يتقلب صيغته بشكل تاني. ينفع اي حد يدخل اي مجال وينجح فيه؟ طبعا.
ولكن لازم يكون تحتيه مقومات بتساعده على كده. انت فعلا عرفت المجال التعليق الصوتي والاداء الصوتي، والله 1 2 3، وتحت بند كل بند فيهم متغيرات كتير ولازم تتقنها وتطور فيها. يبقى انا خلاص لميت المقومات دي وعلى اساسها عرفت الحاجه دي وطورت نفسي بيها. انا هلعب في مساحه تمام اللي هي بتأهلني اللي بعد كده لحته المنافسه مع الناس او المنافسين بشكل عام. هل فعلا انا وصلت لدرجه كويسه جدا بنافس وبيجي لي فعلا عملاء ووثقوا في حته صوتي ويشتروا الخدمه دي مني ولا لا؟ وعلى اساس ساعتها بقى حتى بقولك في البدايه اللي هو شوف نفسك هل فعلا الحاجه دي حاببها بجد ولا لا. لان الموضوع على فكره بيطول جدا. انت دلوقتي انا بتكلم معاك في نقطه، مش هقول لك يعني انت بقى اللي مكسر الدنيا بقى وانت اللي عامل ومخلي، لا، ده في ناس مش عايز اقول لك ما شاء الله يعني، لا اسمائها لوحدها تحط كده تتسمع، لا ما شاء الله بجد عليه. ما شاء الله. الاستاذ فؤاد شمس في ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي، ما شاء الله. فما شاء الله الناس دي بتسمع كده صوتها اللي هو انت بتعمل كده ايه ده. انا واحد من الناس عشان توصل لحاجه زي كده من ضمنها انك يكون في تغذيه سمعيه كبيره جدا، لازم تسمع. محمد دلوقتي انا يعني اذكر بعض الحاجات دي لما خلاص انا بقيت اعرف ان اللي بيتكلم ده صوت فلان، خلاص هو ليه بصمته اللي احنا بنتكلم عنها من شويه للخامه، ليك بصمتك انا خلاص حفظتها. يعني كان في والله العظيم ده بجد حصل، يعني جالي اتصال كان بعد ما خلصت الجيش بالظبط في 2021 من سنتين، لقيت في واحد كلمني اول ما دخلنا مرحله الثانوي الصناعي، وكمان بيغير صوته عشان ما خلاص بقى مو عارف ان انا شغال في الصوت، فكمان بيغير صوته. فبعيدا ان هو غير صوته انا عرفته اصلا يعني الكلام ده كان 2011 اخر مره سبته فيها، يعني الكلام ده مثلا من 12 سنه 11 سنه. سبته اتكلم قلت له انت كذا، على طول انصدم، انت يا ابني ازاي يا ابني؟ قلت له والله ولا رقمك معايا ولا اي حاجه، بس انا خلاص انا حافظ صوتك عارفك. فاحنا بنشوف الاشخاص محمد خلاص قاعد دلوقتي، احنا اصلا في الصيف 1/6 ولابس السويت شيرت ما شاء الله، وانا قاعد يا جماعه انا عندي اعتراف عايز اعترف محدش عارف اصلا في الكواليس اللي حصل النهارده. تاريخ تصوير هذه الحلقه 1/6 1/6 بس ما تفصلش. والناس اللي متابعه اخبار الطقس عارفه ان اليوم ده كان فيه شتاء على كده مفاجاه يعني. فاحنا هدومنا يعني مش دي الهدوم اللي احنا كان المفروض نطلع بيها بالبودكاست، بس يعني الحمد لله يعني اتلحقت. ولاد الحلال ستروني وطلعت بالحلقه. فحته ان اي حد ينفع في التعليق الصوتي او يكون معلق صوتي، لا في بعض المواصفات كده عدى عليها الاول، شوف احتك بالناس، شوف بيفكروا ازاي، بيتعاملوا ازاي، الفيلد دي بتتعامل ازاي، وعلى شوف وجرب. يعني انا لما خلاص صحابي وثقوا في فعلا في صوتي وقالوا يا ابني انت يجي منك كتير، اول مايك جبته في حياتي كان سامسونج جي دراك، ده USB مش XLR، يعني اللي هو تك كده حط في اللاب بتاعك الكمبيوتر وعيش. هم اللي اشتروه كده عامل صاحبه والله العظيم بجد، يعني اشتروه، ده دفع 1000 وده دفع 1000 وانا كان تقريبا معايا 500 وقتها، وحد تالت دفع 200 جنيه تقريبا. لميته عشان تجيبه والله بجد ده اللي حصل حرفيا يعني. لسه على تواصل. بدأت كده تحت البطانية وحاجات كده اللي هي البدايات المعروفة. والله بجد اللي هو تعمل كده تطلع كده تلاقي نفسك في على مدار الاستواء تحت. مش كده انت كل تفصيلة بتحكيها في البدايات انا عندي ما يوازيها في مجال المونتاج ومجال التصوير. كلنا كده نفس البدايات الصعبة من اول راجل كان بالظبط، من اول راجل كان حتى حابب يتعلم برمجه من اول كود حطه وغلط فيه وشايف ان فيه غلط اتسحل كان طبعا مش هيلاقي غلط بالباج. فكره الموضوع يظل برضو ان انت بتبص يا عم ده شخص ناجح يا ابني، طب انت شايف مش شايف الكواليس اللي ورا؟ والسؤال اللي رخم قوي انت بتاخد كام؟ الله صحيح والله ده هي الموضوع. عشان كده قفش مني وانا بساله اول لا مش قفش والله، بس اللي هو في سوابق كتير كده بتعدي كده عليك. لا طبعا التطفل ده حاجه وحشه. لا مجتمعنا بجد على قد ما في ناس فاهمه وفي ناس كويسه جدا، على قد ما في ناس ما عندهاش المعرفه الكامله ان ده انت بتعدي على خصوصيتي. الموضوع حتى لو ياما او شويه فهو يظل برضو الحمد لله ده فضل من ربنا. ما انت ممكن تطلع كده في حاجه بسيطه جدا تجيب اضعاف مضاعفه بالنسبه لي اللي جبتها. دلوقتي فمش شرط عشان انا بظهر قدامك وانا بسمع او السوشيال ميديا فانا بالنسبه لك كان براس ان في شنطه دولارات فتحت كده.
معلش اسم كده. هو الفترة اللي احنا عايشين فيها في فترة صعبة، والناس الترند دلوقتي القائم، الناس بتجري ورا حلم الثراء السريع، الثراء الفاحش السريع، من الثراء بقى ثراء فاحش سريع. الناس في السوشيال ميديا والانستجرام والحاجات والحياة الفيك اللي الناس عايشاها، انا كواحد عادي او شاب غلبان بيتفرج بيقول لك انا عايز زي ده، فبيتشعلقوا في اي حاجه يطلعوا بيها ترند، يقبضوا بيها فلوس ويجيبوا بيها فلوس، وده كله اصلا ما فيش اساس فيه، فانت في الاول ده فين في الاول ده حقيقة. حتى في واحد بيطلع كده تلاقيه مش منتشر على كل السوشيال ميديا، كان بيقول يا ربي مشهد مستفز 3 مليون جنيه مش من عارف من كتابة المقالات، ويجي لهم قدامك كده. يا عم الحاج انت بتعمل ما ايه؟ كانش حد غلط، ايه تعالى معايا في سبوبه رقم كذا. ما كانش حد غلط والله مع احترامي الشديد بجد للشخص ده، مع احترامي الشديد الكبير جدا ليه، يعني انت كشخصك على عيني وراسي، بس الناس بتيجي ورا دايما الموضوع اللي هو طب اول دولار هجيبه ازاي؟ الموضوع فعلا فيه سرعه كده. فالناس حتى لما بيدخل في المجال، اي مجال، عشان يجيب اول جنيه ليه او اي او دولار او ايا كانت العمله، عايز الموضوع بسرعه. يا حبيبي انت لازم تعدي على مرحله تعلم، لازم تعدي على مرحله مثابره. صبر، بالظبط كده، صبر شديد. حته المثابره تندرج تحتها حاجات كتير جدا. انت بقى صبرت بقى ومش عايز اقول لك طلع عينك والموضوع ابس اند داون، تلاقي الموضوع مره كده ومره كده مرتين ثلاثه كده، ده مرات ده مرات. فين وفين لما تبدا تنبدع وتبدا اسمك يتعرف، بالظبط تبدا تنتشر وتكسب ثقه العملاء زي ما انت قلت. بالظبط. فالموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل خالص. لا هو مش سهل، هو ليه حيثيات كتير جدا بصراحه. الموضوع فعلا اللي ورا الكواليس كبير 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 فعلا، وممل ويرفع الضغط. اغلب يجهلوا. مين يعرف الحاجات دي بجد؟ صح. صاحبك او صديقك اللي في نفس الفيلد دي المحيطين بيه. او في نفس الصناعه دي، فتلاقي فعلا هو انا حاسس بيه، انا عارف في فترات ركود، في فترات ازدهار، فتلاقي الموضوع كده ايه لا وصل. لسه محتفظ باول مايك انت جمعت. مش عايز اقول لك انا في جيت مرات اتزنقت بشكل كبير جدا في ماديات، فكنت عايز اللي هو كل جنيه بيفرق معاك في الوقت، كل جنيه بيفرق معاك في الوقت ده. لا بجد والله حصل بجد. عشان تعرفوا احنا فقلت لا والله مش هبيعه. ودلوقتي يعمل رقم، انا جايبه دلوقتي كان عامل 2750 دلوقتي. مش حته دي، انت فهمت السؤال. انا فهمت ارتباطك بالحاجه اللي انت بدات فيها. ما انا بقول لك خلاص اهو، انا لسه محتفظ باول كاميرا اللي هو جالك وسواس ان انت في حاجه قدامك ممكن تبيعها. والله ما ابيعها، لا والله ما هتتباع اصلا. ده اوت اوف ليست. لا بجد دي لا الاول مايك ده لا خلاص، لا ده مش عايز اقول لك دي حاله، ده جواك اصلا قبل ما يكون اي حاجه تانية. انا اول كاميرا جبتها لسه لوميكس جي 3، لسه فاكرها. دي اللي بدات بيها في المجال، ومحتفظ بيها في الدرج المكتب عندي، وان شاء الله لو ظبطت اللوكيشن والله عملت رفوف ولا في اي حته هظهرها في طب بعيد عن اللوكيشن، سبحان الله في كاميرا قبلها كنت بروق الدرج الثاني اللي تحتيه لقيتها مركونه، كاميرا كده اللي هي الديجيتال، اللي هي الكاميرا الصغيره دي. جبتها الحاج كان جايبها لي في 2011. لا اللينس بيطلع ويدخل كده جواها. اللي اتمسك كده دي، اللي هي شاشه كده طالعه، كانت اقصى كواليتي بتطلعها 480. كاميرا اسمها جينكس، كاميرا بص تحت ماركتها تحت بير السلم مش معروف. لسه محتفظ بيه، لسه الكاميرات دي شغاله. دلوقتي احنا في اشكاليه صغيره دي منتشره دلوقتي بما اننا في موسم امتحانات ثانويه عامه، الا وهي ان بعض الناس، معظم الناس ممكن التنسيق يخونه، يبقى هو راسم حياته كلها مسيستم اموره على كليه معينه، فالتنسيق يجي ايا كانت الظروف بحاجه تانية غير اللي هو كان متوقع، فيبدا بقى يعيش بقى حياه من السوداويه والظلمه يعني، يستقبل الدمر. الحاجات اللي هي الحاجات اللي بتوجع القلب دي بيبقى شهر مناحه يعني. ويخش بقى ويكمل في مسار هو اصلا ما كانش حسابه عليه، ومتضايق بقى ومزرزر ومقدر نفسه ومقدر اهله معاه وبتاع. طب هل ده من وجهة نظرك او من التجارب اللي حواليك او اللي انت شفتها، بما اننا خريجين وكل واحد فينا دلوقتي شغال في مجال، هل دي بالنسبة له نهاية المطاف؟ هل ده خلاص كده ده اخر الدنيا؟ هل هي الشهادة او اللي هو كان رسمه هو ده يعني اللي كان خلاص هيقفله اللعبة والدنيا تمام هتتزعزع معاه، ولا هي اللعبة ماشية ازاي؟ لا طبعا هي ملهاش قواعد ماشيه ثابته. انت مثلا خريج طب فانت لازم تبقى دكتور، انت مهندس يبقى لازم تبقى مهندس، انت زراعي يبقى لازم زراعه.
الموضوع مش بيمشي كده. احنا حتى في مصر او الوطن العربي ما عندناش حته ثقافه اللي هي الايه، الامر اللي هو انت يعني يكون عندك مرونه التغيير، بما ان البودكاست متغير فانا هدخل كده عشان يبقى موظف. لا يعني مش عايز اقول لك، لو جينا حتى بصينا على الموضوع بشكل من فوق شويه اعلى، الدنيا محتاج المهندس ومحتاج الدكتور ومحتاج كذا ومحتاج كذا، كل حاجه في حياتنا عشان تمشي حتى تمشي انت محتاج الدكتور. انت راجل بتصور، انت محتاج الدكتور في حياتك عشان يوم ما تتعب تلاقي حد يعالجك، يوم ما تحتاج تشتري شقه تلاقي المهندس اللي يديلك شقتك، بتمشي كده. فهل ده في حد ذاته ان هي خلاص نهايه المطاف؟ لا مش نهايه المطاف خالص. لعل وعسى ممكن يكون ربنا فعلا انت كنت حابب حاجه تانية وربنا حطك في الحاجه دي، يبقى ده فعلا ثق تماما الخير فيها. ازاي هيترجم ده بعدين قدام عشان يعني تبقى خلاص مسؤول وتشتغل وتجيب من وراها فلوس والكلام ده كله؟ دي ساعتها ربنا الكيفيه دي بتتم عن طريق بقى ربنا بيحط لك بوادر كده، واحنا بنتكلم عنها من شويه، بتلاقي نفسك كده رايح في اتجاه فعلا انا خلاص انا لقيت نفسي يعني خلاص انا راضي والدنيا تمام. في عقليات بقى هنا بقى اختلاف العقليات، وهيطلع بقى يقول لك ايه، انا عايز شغلانه او وظيفه بالشهر بالاربع 5000 جنيه اللي دلوقتي ما عادش اللي بيعملوا حاجات. على فكره اول حاجه كانت 3 4 دلوقتي 5. ما احنا شويه فين فين يعني؟ احنا المفروض نطلع اكتر والله، حد الادنى. الحمد لله. يلا الحمد لله كمل. البودكاست ده شائك قوي. لا هي الاختلاف في العقليات. هل فعلا انت مرن كفايه انك تشوف ده وتشوف ده وتشوف ده وتلاقي نفسك في حاجه كويسه فخلاص انا هجرب هنا، ولا لا؟ دي الفكره. في ناس بتعرف بتحب تغامر، وفي ناس ما عندهاش، لا انا مش هغامر، لا انا خليني مطمن هنا. بس دي الفكره، هي هنا اختلاف العقليه. انا عايز ايه؟ ما انا واحد من الناس مش عايز اقول لك اول ما طلعت عملت خلاص بقى هشتغل بالهندسه والكلام ده كله، سستمت امورك على كده. خلاص مع بيني اصلا داخل حته الجيش. اشتغلت برضو هناك كنت قوات بحريه في راس التين مدينه اسكندريه، معلق صوتي وفيديو اديتور. يعني اصلا شغال في دي وشغال في دي. ده منافس بقى. بنسبه صغيره في الفيديو اديتنج والكلام ده كله. ولكن خلاص انا لقيت نفسي هنا. سبحان الله. يعني حتى في الجيش انت حتى في الجيش لقيت كنا في يوم واقفين في الطابور، وقال لك اللي خريج اعلام يطلع هنا على المنصه. انا هندسه، فاصحابي كانوا صعيدة اللي بحبهم يلا روح اللي على راسي اصلا. مش عايز اقول لك اللي هو شبه كده زقوك، عملوا ضجيج صوت تبقى في حياه عسكريه ما ينفعش تتكلم وطابور والكلام ده كله. يلا يا ابني ليه رغبته وليه كده حاجته الخاصه. ف يعني الراجل النقيب كان وقتها، حتى كان رتبته كان نقيب تقريبا، توفى بالمناسبه الله يرحمه. شاف في كده حاجه بتحصل هناك فنادى علينا، قال فطلعت فقال لي انت خطوه السريع طبعا على المنصه، انت خريج ايه؟ قلت له والله يا فندم انا خريج هندسه بس انا اعتبر شغال في الاعلام. قال لي ما باين على صوتك، اركن على جنب. ركنت على جنب على طول يعني طابور طويل عريض، كان الناس بقى اللي بيصور فيديو وفوتو، وانا الوحيد الشاذ العاق كده. طيب لقيت حتى الصف ظابط الله يمسيه بالخير، الصول محمد سعيد، الصول محمد خراشي، جم اختبروني. فالصول محمد سعيد بيقول لي هو انت بتعمل ايه بالظبط؟ قلت له يا فندم انا شغال معلق صوتي، عارف ناشونال جيوغرافيك والحاجات دي؟ قال لي طبعا انت فعلا باين على صوتك كويس جدا، انت بتصدق بجد انت فرصه كويسه، تعالى. فقال لي طب قول لي حاجه. فقلت له حاجه، لقيت الموضوع ماشي كويس وخلاص. الموضوع قال لي خلاص احنا محتاجينك. لفت الايام، كنت انا صاعقه بحريه، تلف الايام ان انا خلاص بقيت ان انا بصور الفريق، ست الفريق نفسه احمد خالد حسن سعيد، وخلاص بقيت انا اللي كمان بروح اكتب السكريبت. يعني بقى بنزل اصور الفيديو وارجع اكتب سكريبت وتوافق عليه، واروح اسجل الصوت السكريبت اللي حصل ده، واروح اسنك ده مع ده الصوت مع الفيديو، وفي الاخر اطلع. شفت السايكل دي كلها كانت معاناه، وربت فيها اللي هي انت خلاص حتى لسه مخلص هندسه ولسه ما بداتش في حته الحياه الفعليه، بس لقيت نفسي ان حتى دي بادره خير، ان ربنا حتى بيقول لك لا انا عايزك كده سنه كامله. فده فضل ربنا الحمد لله. خلاص ناس كتيره جدا حتى من الشباب
خايف يغامر او خايف يشوف الموضوع، هل الموضوع فعلا كويس ولا مش جايب همه. يا عم خليني في اي وظيفه وفكك ما اي سفريه. بالمناسبه يعني لو شاف سفريه ممكن يشوف لي معايا عشان اعمل ايه وظيفه. خدنا معاك يا حبيبي يعني التلات 4000 هو خوف المغامره او خوف من حته قراءه اللي هو في العالم اتطور يا جماعه، العالم فعلا بمفتوح بطريقه كبيره جدا. ده ياخدنا نقطة تانية. بس قبل النقطة ديت أنا هقول للشاهد من الكلام ده كله، يعني عشان القصة ما تنسكش يعني الشاهد من الكلام إن أنت مقدر ليك حاجة معينة، ربنا كاتب لك رزقك من قبل ما تتولد أصلا. فأنت عليك السعي، وعليك إن أنت تبقى مرن في المتغيرات اللي بتحصل في حياتك. خلاص، أنت لازم طريق معين على حسب إمكانياتك. حصل ظرف غيرت مسار حياتك، كلنا بيحصل لنا كده. فأنت تعامل على هذا الأساس وتكيف وشوف انت بقى المعطيات الجديده اللي في حياتك بقى ابدا استغلها، والفرص اللي بتطلع لك كل شويه ربنا بيبعت لك فرص. بس احنا ممكن من الزعل من غشاوه انت عايز حاجه تانية فمش شايف الفرص اللي عندك. الموضوع التاني وده اهم من الموضوع الاولاني، احنا خلاص عدينا مرحله ان التنسيق الكلام ده كله. في بقى ناس ربنا خلق الناس انواع وخلق الناس طاقات. في ناس ربنا خلقها هي ناس بتحب الوظيفه الروتينيه، خلاص ناس ما عندها سلام، عندها سلام نفسي، متصالحه مع هذا الوضع. يشوف وظيفه بمرتب شهري افتح بيه البيت، نمشي على القد هو وما عندوش ادنى مشاكل خالص. في نوع تاني، النوع اللي هو جواه اللي هو طاقه، هو بيفرق، هو في موهبه وعايز يعمل حاجه خلاص. ودول منقسمين اتنين، نوع لقى شغفه وبدأ خلاص مسك طرف الخيط واشتغل، والنوع التاني لسه متخبط، لسه بيقدم رجل ويأخر اتنين، دايما حاطط نفسه في مفترق طرق، يخش في مسار ما يكملش شهرين، ما يكملش شهر ونص، ويرجع تاني يقول لك لا مش جاي معايا. يتعلم مش عارف شويه برمجه يقول لك انا مش جاي معايا، الاكواد دي مش شخصيتي. يخش في الجرافيك ديزاين يقول لك والله لا دي عايزه واحد رايق، مش مستقر على حاجه خلاص. فانا عايز اسلط الضوء على هذا الشق من الناس المبدعين اللي هم كسالى، او المبدعين اللي مش انا اسف مش كسالى، المشتتين. بالظبط، يعني ده مش خلل للتعبير طبعا، ولكن على يعني اجابه السؤال ده ممكن تندرج تحت شقين. الشق الاول هو خلاص اللي هو انا ركنت للوظيفه. على فكره تقدرش تلومه، هو شاف يعني ربنا خلق قدراته على كده خلاص. في حاجه كويسه جدا على فكره دلوقتي، وده مش عايز اقول لك اللي هو امسك العصا من النص دايما. خلاص انت مش عايز تبقى موظف وخلاص الروتين بقى الحياه والكلام ده كله، وارجع بالبطيخه يا عالم تنكسر ما تنكسرش، تمام. والشق الثاني اللي هو انا عندي روح المغامره، ان انا فعلا عايز اعمل حاجه. فانت يعني ده هنا وده هنا. طب تعالى في النص ممكن تمسك العصا من النص زي ما انا دلوقتي عامل حاليا. على فكره هي مش شطاره ولا حاجه ولا انت الفت ولا كان، لا يا باشا، ده يعني مش عايز اقول لك ده بفضل ربنا اولا واخيرا. لازم تدرك ده في قرارة نفسك من جواك. فالشق الثاني اللي هو بقى خلاص ان انا مش عايز اركن الوظيفه، انت ممكن ما تخافش يعني، تعالى ابعد عن دي شويه وقرب من دي. امسك العصا من النص، بمعنى حاول تشتغل في شغله ثابته تاخدش منك كل وقتك وكل جهدك، تمام. والوقت الفراغ اللي عندك اتعلم، اللي هو بقى هنا بقى اللي هو يعني سر التكوين. يعني انا حابب ادخل في المجال ده. طب المجال ده سهل وقابل، اي حاجه في الدنيا قابله للتعلم، تمام. والدك لو شغال في مجمع كده طاقه ذريه اللي هي ما فيش بعد حاجات صعبه والكلام ده كله، او مجال فضائي، وقال لك دي تشتغل 1 2 3 وبيديك الكونسبت بتاعها عامل ازاي وخلاص، انت ممكن تعمل، ما انت بتقلد. لكن عشان تمسك مرادفات الامر من بدايته لازم تتعلم. ادي خصص لنفسك كده. يعني واحد من الناس كنت اثناء الكليه بعد الاساينمنت بقى وعندك ريبورت هيتعمل في الهيدروداينامكس شيبس ليله، هخلص مين ولا مين يا باشا؟ هخلص وهتعلم. جيت مثلا عند جزء بسيط اللي هو الهندسه الصوتيه، ادخل شوف المحتوى الاجنبي بيتكلم ازاي، لان كان في افتقار بسيط جدا في النقطه دي في المحتوى العربي على اليوتيوب، بما انك لسه ولا اشتركت في دوره ولا كورس اوريدي على ارض الواقع اوفلاين ولا حاجه، مش موجود، تمام. فحد زي ميك راسل ده حد شاطر جدا في الهندسه الصوتيه امريكي، اتعلم من وراه، اتعلم وروح طبق. التطبيق دلوقتي العملي خلاص بيخلص حته. على فكره دي جزئيه ممكن ناس كتير جدا تقع فيها، اللي هو اتعلم. خلصت الكورس يلا بينا نروح نفس،
حبيبي انت بتعمل ايه؟ لا انت ممكن تعمل اللي هو اي حد بيمشي في الدنيا لازم يحط لنفسه استراتيجيه. والله انا هروح عايز اوصل مثلا من منشيه العمريه، يبقى انا هنزل المنشيه اشوف المشروع بتاع العمريه فين، هركب ومعروف ان الطريقه من هنا لحد هنا، خلاص انتهت، في استراتيجيه حصلت حتى لو كانت بسيطه. يبقى انت تروح تتعلم، روح نفذ، اتعلم جزء تاني وروح نفذ، يبقى انت اتعلمت جزئين او حاجتين وروح طبقت حاجتين. على المدى البعيد هتلاقي في كده فايده مركبه كويسه جدا، يبقى انت بنيت عاده عندك كويسه، بدل ما انت بتروح تطبق تسمع كتير جدا وتتفرج وبعد كده تروح تنفذ. لا غلط، هتلاقي نفسك وقعت حاجات كتيره. وهنا بقى بيحصل بالي ايه، حته ان انا يا عم لا انا دايما كده حظي ملطش والدنيا جايه عليا وبتاع، ويركن ويروح يسيب الموضوع. حبيبي استمراريه، حط استراتيجيه واضحه لنفسك وكمل، هتلاقي الموضوع ماشي كويس جدا، واتعب بس. انا دايما بقول ان اي حاجه عشان تنجح فيها في الاول في حماس البدايه، الشراره اللي بتخليك متحمس عايز تعمل كل ده، حقيقي دي بتقعد فتره صغيره. بعد كده بتقعد فتره طويله جدا جدا جدا، كميه صبر وملل وروتين وتعيد الحاجه وتذاكرها تاني وتنساها وتعيد. الفتره دي بقى فتره الصبر بقى على الملل بقى، عشان توصل بعد كده تبقى ايه ان شاء الله حاجه. يا مؤمن انت في اكتر من انك تسجل تقريبا يعني كان تراك، كان اليوتيوب كان قاعد تقريبا تلت ساعه وفي الاخر المايك فاصل اصلا شغال اساسا. انت متخيل؟ ما كانش وقتها كان عندي سماعه اليوم ده. دي قصه حزينه. انت متخيل؟ وفي يوم تاني كلمه واحده اجيبها يمين شمال، وكلمه سهله جدا اجيبها يمين شمال مش جاي، اسجل مره واثنين وثلاثه، الموضوع تطول لساعات، تك جيت قافل ايه في باب الاستوديو وخش نام على طول كده، سيبك بكره يوم جديد يركن يا باشا. بكره ربنا يسهل. تحصل معايا والله ساعات ساعات الفيديوهات. فالكواليس حلوه كتيره جدا يعني، فيها حاجات فانت طول بالك يعني، خلي عندك بالظبط. بمناسبه اليوتيوب، حبيبي ايه اخر مشاريعك في اليوتيوب؟ اليوتيوب ده من المنصات اللي انا فعلا بحبها جدا، اللي هو انا واحد من الناس كده دايما، ان انت اتعلمت حاجه مثلا من محمد دقدوي فانا ممتن لمحمد دقدوي مدى حياتي، انا كده دي شخصيتي. حته اليوتيوب اتعلمت منه كتير جدا، خاصه بدراستي الهندسيه او دراسه التعليق الصوتي، فادني كتير جدا صراحه. اليوتيوب حلاوته ان فعلا بيئه صحيه مقارنه بقى بالتيك توك والروتين اليومي والحاجات اللي هي تقرف القرف كل نفسه ده. لا فعلا اليوتيوب بيئه صحيه، تعرف تلاقي فعلا معلومات فعلا تفيدك بجد، والناس اللي بتفيد ناس بتفيد غيرها، ده والله العظيم بجد مش عايز اقول لك هي صدقه جاريه. انت هتموت يا باشا وهتلاقي نفسك في عداد كده ان شاء الله، يعني ربنا يكتبها لك ويكتبها لنا. فانت ليه ما تنفعش انك تلجم علم؟ فما شاء الله في ناس كتير جدا وصاحبة علم كبير جدا وما تخلوش لا فعلا مش بتلجم العلم ده وبتطلع على اليوتيوب وبتتكلم كورسات كبيره جدا ممكن يكون مدفوع فيها فلوس وممكن يطلعها لوجه الله. عملت حاجه على اليوتيوب قريبه؟ فكان من الحاجات اللي انا كنت بحبها فعلا، انا ده يعني كنت معلق صوتي لبعض القنوات على اليوتيوب من فتره كبيره، فده اللي خلى يعني جواك شرار ان انت نفسك تعمل كونتنت خاص بيك، حاجه انت حابب تعملها بجد. حتى طلعت فكره المهندس الاخباري. ده اسم القناه. ده اسم القناه يا جماعه، ده اسم القناه اللي هو المهندس الاخباري. هي قناه التوجه الرئيسي ليها بتتكلم فيه عن المحتوى الاقتصادي بنكهه سياسيه شويه، انت فاهم حته السياسه والاقتصاد هم حاجتين ما ينفصلوش. بتتناول مواضيع دلوقتي، حته الاقتصاد دلوقتي خلاص الموضوع كل العالم دلوقتي بيشوف الاقتصاد دلوقتي، ما عادش بقى الحروب الماديه اللي انا اجيب لك دبابه وانت في ما زال موجوده، بس دلوقتي القوي قوي اقتصاديا وعنده علم، فانت والمعرفه، فانا عندي معرفه سخرتها وفي الاخر طلعت لي حاجه قدامي، طلعت بقى بشكل تكنولوجيا شكل كذا، ففي الاخر صبت ان انا بقيت قوي. فدي الفكره. تاريخ انشاء القناه عشان بس يا جماعه في حاجه، تاريخ انشاء القناه على فكره هي في 2023 ما شاء الله بالظبط، كان يوم 23/1/2023 واول فيديو نزل كان 31/1. طب ودلوقتي نزل عليها كام فيديو؟
دلوقتي تقريبا عليها 20 فيديو وواحد شورتس بس يعني قول 20 فيديو. ما شاء الله. وطبعا بفضل الله خلاص القناة خدت اتجاه كويس، واليوتيوب ما شاء الله اللي ما بتلاقيك شغال بشكل ناسق مظبوط واستراتيجية واضحة وملموسة كويس ودراسة كويسة، بتلاقي الموضوع فعلا بيروح لنقطة كويسة جدا، وتلاقي فيه ثمرة مرجوة كويس بتحقق قدام عينك. كويس ما شاء الله. دي الفكرة، فربنا ييسر الأمر. مبروك عليك الله يبارك الاحتياطي الجديدة في القناة، مبروك عليك القناة الجديدة، وإن شاء الله تبقى أكبر قناة في الوطن العربي. أيوة الله يكرمك. خاصة بالتوثيق الإخباري ولا الوثائقي الهندسي، واسمه إيه؟ لا هو يعني بص زي ما قلت لك اللي هو مزيج. أنا الهندسة هي في دمي، ده حاجة هي اللي مشكلني دلوقتي، هي اللي مخليني قاعد قدامك دلوقتي. أنا بهزر معاك. لا عادي تفاصيل. ما أنت عارف أنت ممكن تلاقي فعلا الدكتور الإخباري بعد كده عادي جدا مفيش مشكلة. بمناسبة الدكتور الإخباري بتاع الأستاذ حسين المحسني مدير إنتاج البودكاست وهو المدقق اللغوي للسكريبتات الباشمهندس ماهر. كان عايز الناس المحترمة جدا فعلا اللي هي حتى الشغل وصل اللي انت فعلا لغة عربية فصحى سليمة لازم تطلع يعني، والعمل كله طلع بشكل جيد ومظبوط وممتاز، يبقى فعلا لازم كل ركن فيه او كل عنصر فيه تهتم بيه كويس جدا. في المونتير اللي هو شغال بكفاءة، في كاتب المحتوى اللي ما شاء الله عليه بجد، في الديزاينر الخاص بالثامنيل نفسه او الصور المصغرة الخاصة بالفيديوهات اللي بتشد الناس عشان تشوف الفيديو. لازم تيمور. طبعا لازم لابد عايز انجح صح. نعمل حاجه صح وعشان يعمل كل حاجه ده خلاص بجد صعب جدا. انا مش عايز اقول لك انا بتكلم معاك دلوقتي والقناه بالظبط في اول يعني 1/5 النهارده 1/6 من شهر بالظبط القناه كانت 2500 دلوقتي 5200 وحاجه تقريبا ان شاء الله. فالحمد لله يعني الموضوع بيوصل لدرجه كويس. فعشان بس ما احنا فعلا طولنا على الناس خلاص، بس دي الحاجه الوحيده بس لو يعني هنصح حد بيها، صدق دلوقتي احنا بقينا في عالم ووقت متغير بشكل رهيب جدا. تنام وتصحى تلاقي الحاجه اللي انت بتفكر انها تغير هي بالفعل اتغيرت ونازل عليها تغييرات اكتر من متوقع. ذكاء اصطناعي بقى وبتاع اللي كان شغال كاشير وحاول بقى لا انا كمان سنتين انا كاشير، حبيبي انت كمان شهرين مش هتلاقي كاشير اصلا مثلا. ده حاجه من مع احترامنا طبعا الناس الافاضل دي على فضلاء دول على دماغنا، بس دي الفكره اللي هو فعلا شوف نفسك انت عايز من جواك، اقعد مع نفسك كده اللي هو الوهله انت هتسعى كده بس اقعد مع نفسك قبل السعي. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اشتغل اروح على مكتب من 8 ل 4 او 12 ساعه واروح انام عشان اطلع اشتغل نفس 12 ساعه، ولا تنام في بيتك وتعمل لك بيزنس واثنين وثلاثه وانت نايم وتلاقي في دخل داخل لك؟ انت فين؟ عايز مين؟ عشان بس الناس ولا عايز ما تفهمناش غلط. انت قرارك، انت شوف انت مرتاح ليه اعمله. الناس اللي عايزه زي ما انت قلت ده مش حاجه وحشه ان انت من 8 ل 12 وتروح تنام 9 تاني. في ناس متوقفين على ده عادي يا جماعه، حتى لو ما حصلش كده الحياه مش تمشي اصلا. الحياه مش تمشي، ما ينفعش كل الناس تبقى اصحاب بيزنس وما ينفعش كل الناس تبقى موظفين. لا دي مش عايز اقول لك مسلمات، حاجات بديهيه. حاجات بديهيه فعلا صدقني هي كده. الفيصل في الشيء في كلامنا ان انت شوف انت عايز ايه من حياتك من نفسك بس، وابدا اسعى ان انت. الموضوع مش موضوع تنسيق وفاتني ربع درجه والكلام ده كله، لا صدقني والله هي توفيق من ربنا عايزك يحطك في حاجه كده، فصدقني هي الخير ليك فعلا بجد. انت راجل كنت مهندس جنبي قاعد في نفس البنش بتاعنا، انت دلوقتي هو بقيت تعمل ايه؟ انا دلوقتي برضو نفس الكلام بقيت بعمل ايه؟ انت حابب ده كويس جدا من قرارة نفسك من جواك، وانا بعشق ده كويس جدا من قرارة نفسي من جواي. هي كده صح. اهم حاجه بس وربنا يوفق الجميع والله بجد. اللهم امين. احنا للاسف الشديد احنا لا مش للاسف احنا طولنا عمالين نختصر في الكلام على قد ما نقدر عشان حقيقي والله بجد انا زعلان ان الحلقه خلصت. لا بجد والله انا فعلا سعيد جدا ان شفتك. انا اسعد والله يا حبيبي، وانك اصلا تجيبني في البودكاست بتاعك اللي هو متغير فربنا غيرنا الافضل والاحسن. وبمناسبه دي برضو ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الله صدقني دي كفيله الله تعمل حاجات كويسه جدا. دي جت في الصميم لا بجد حقيقي والله. انا عايز اخد منك وعد قدام الناس ان دي مش ايه اخر حلقه احنا نطلع فيها مع بعض. والله يا حمو احنا مش عايز اقول لك يعني بدأنا 5 سبسكرايب هيعمل لي فيهم مش عارف ايه. لا علشان ما تبقاش حلقه طويله عشان تتفرج عليها، يعني نقسمها على سلسله حلقات نتكلم فيها مفيش مشكله. يعني مثلا يعني حتى الناس لو ابدت اعجابها بالحاجه دي، او صدقني حتى قبل ما نقول الكلمتين دول
صدقني حتى انت دلوقتي انت قاعد مكلف نفسك ورا حاجات ومايكات وكادر، وفي عمر قاعد ورا الراجل تعذبناه معانا اصلا، تغيير البطاريات وغيره. صدقني لو شخص واحد بس اثرت فيه مع نص معلومه، مش هقول لك معلومه، نص معلومه، وطورت من حياته او فادته او وصلته بافاده ايا كان نسبتها عامله ازاي، وفعلا غيرت في من جواه او في حياته، فصدقني يكفي بيها، والله كفى بيها، ربنا يتقبل. كفى بيها بجد. هو ده وربنا بنرجوه يعني. ده كله ليه؟ عشان انت مخلص النية لربنا بس، ربنا مش اكتر ولا اقل. والله احنا يا ابني ايام بسيطه وهوب هتلاقي نفسك رحمة ومحدش ضامن اصلا. فلذلك اللي هو فعلا ما تبخلش، شوف عامل الناس بقلب سليم، نيتك سليم، عشان ده هو ده دينك وده حياتك اصلا. عشان تلاقي في اخرتك في حاجه كويسه جدا، تلاقي كده في جنه بقى وبتاع ودنيا. يلا دي ممكن نتكلم فيها في حلقه تانية ان شاء الله، انا وانت زي مع بعض. احنا وصلنا لاخر حلقه، فما تنساش لو انت مش مشترك في القناه اشترك، واكتب لنا في الكومنتات انطباعك عن الحلقه. انطباعك عن الحلقه صحيح، انطباعي وانطباعك عن البودكاست. انت لسه قايل المكان حلو جدا اول حاجه، عشان ان شاء الله باذن الله على القناه خاصه بيا برضو ان شاء الله، احتمال كبير بنسبه كبيره هظهر عليها ان شاء الله، عشان ده كده يعني بيعمل عندك ترابط عاطفي بينك وبين الاودينس بتاعك او الجمهور بتاعك على القناه. اول واحد يجي اهو يرتاح للمكان. ده حقيقه انا ارتحت له والله. بيسو ده عن نطف مع بعض بقى ايه الشغل لا، ده اللي حقيقة او بجد. الزبونه وجبته لك. بس مش هقدرش اجيب تاني. احنا بالصيف والتكييف مش عارف. والله متغير عشانك النهارده، او اتركب امبارح عشانك والله. والله يكرمك. لا يعني ده لسه الفريون لسه حقيقي بجد والله. وحقيقي بجد والله اتركب امبارح عشانك انت والله، عشان في حد جاي. يا ابني ايه نوايا؟ لا واشتغل عليهم شتاء وانا في صيف اصلا. والله العظيم يا جماعه اللي هو السمك طعم. معلش بقى عشان ايه يعني، عشان نصفي اللي في قلوبنا كله من الحلقه دي. فيا جماعه السويشيرت بتاع عمر هو اللي سلمه. انا كنت جاي هو حل عليه خلاص عمر كده. ماشي. على العموم احنا ايه، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وزي ما قلت لكم اكتبوا لنا في الكومنتات انطباعك، ولو عايز نكمل في سلسله من نفس النوعيه اللي هي بتاعه الكارير شيفت، وحته ان انت ازاي توازن ما بين حياتك العمليه وازاي انت بقى تاهل نفسك لسوق العمل وتبقى انسان عملي بجد بقى، مش كله بقى ايه مش عايش في الخيال وخلاص. اكتب لنا في الكومنتات وان شاء الله في انتظار ردود افعالكم على الحلقه وباقي الحلقات باذن الله، وان شاء الله اشوفكم في حلقه تانية. شرفتني يا باشمهندس. حبيبي الشرف ليا والله. ان شاء الله مع بعض ان شاء الله في حلقات تانية في مواضيع تانية باذن الله مع ناس تانية. ممكن نجيب مستر حسين بقى معانا، نبقى تبقى قاعده ثلاثي بقى ونجيب بس كده. هو بقى عنده حاجات بقى في مجاله، مجال الادب واللغه العربيه، ما اقولكش يعني. باذن الله. شرفتني وانا بشكرك على الفرصه الحلوه اللي انت. الشكر ليك بجد والله، والعمر مجهوده ربنا يخليك ربنا يخليك. الاستوديو الجميل ده بجد اللي انا بكرر تاني، الاستوديو حلو. الحق بيسو ينزل دلوقتي تعاقد معاه قبل ما يمشي. لا بجد يعني وربنا يكرمك بجد يا حبيبي، وان شاء الله مش عايز اقول لك البودكاست متغير، ممكن يغير ولو حاجه بسيطه في اي انسان. هو ده اللي احنا بنتمناه، بنتمناه. الواحد بقاله سنين قاعد القناه في حاله ركود، ومش راضي يرجع غير بحاجه ممكن في ظنه ان هي ممكن تفيد حد. وعلى فكره حتى المحتوى يعني اطراء بسيط اخير، المحتوى البودكاست والله نفسي اتكلم يعني. انا لما بكون في مكان مبسوط مبسوط بالناس اللي معاك ومرتاح نفسيا. يا جماعه ماهر مش عايز يقفل الحلقه والله ولا انا. بس هم اكيد زهقوا مننا يعني. لا يا عم ان شاء الله ما زهقوش يعني. اللي هو فعلا حته ان انت عايز تغير بجد، هي دي الفكره والله العظيم بجد. والله الموضوع عايز صدق من جواك، انت فعلا عايز تغير ولا لا، دي الفكره بس. الحمد لله. يلا ربنا ان شاء الله يعيننا يا رب يا رب والله. إيه؟ انا بشكرك مره ثالثه حبيبي حبيبي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حبيبي بس